تغيير درجات الحرارة في الجو بيأثر على المناعة والجسم وبيقلل من عمل الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعمل عصير الليمون بالنعناع واللبن والمكسرات عشان نساعد في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والمراجعة. ويلا نعرف مع بعض معلومة سريعة عن فوائد الليمون أو الحامض. يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للمخ والجسم عشان الليمون مليان فيتامينات كتير زي فيتامين سي، ويعتبر الليمون فيه مغنيسيوم وكالسيوم وفسفور وصوديوم وحديد ونحاس وزنك، وبكده الليمون بيساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز. وهنستعمل تاني حاجة في عصير الليمون النعناع، عشان النعناع من الأعشاب المفيدة في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز. وممكن نستعمل النعناع في طبق السلطة أو نضيفه على الوجبات الرئيسية زي الفراخ واللحمة، أو نشربه مع مية مغلية، أو نضيفه على العصير. وهنستعمل تالت حاجة في عصير الليمون بالنعناع اللبن أو الحليب، عشان اللبن فيه كالسيوم مهم لعمل الأعصاب في المخ والجسم وبيحافظ على الأنسجة العصبية. وكمان عايزة أقول لكم إن اللبن بيساعد في تحسين الدورة الدموية في الجسم، وبكده اللبن بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والمراجعة بإذن الله. وهنستعمل في عصير الليمون بالنعناع واللبن مكسرات حب العزيز، عشان مكسرات حب العزيز مهمة في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والمراجعة. ويعتبر حب العزيز مليان مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن مهمة في تحسين عمل المخ. ويلا نعمل عصير الليمون بالنعناع واللبن والمكسرات. هنجيب ليمونة متوسطة ونغسلها كويس، وبعد كده نعصر الليمونة ونتأكد ان عصير الليمونة مفيهوش بذر عشان البذر بيخلي طعم العصير مر. وبعد كده نحط الليمون في الخلاط بسم الله، ونضيف على عصير الليمون نعناع اخضر يكون مغسول كويس. وبعد كده نزود كوباية لبن خالي الدسم او كامل الدسم. وبعد كده نزود كيس فانيليا، ونزود معلقة عسل ابيض، ونشغل الخلاط. ويلا نصفي عصير الليمون والنعناع. وبعد كده نزود مكسرات حب العزيز على عصير الليمون ونقلبهم كلهم كويس. ويلا نصب عصير الليمون والنعناع والمكسرات. وبكده بقى عصير الليمون بالنعناع والمكسرات جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم لما تجربوا عصير الليمون بالنعناع والمكسرات تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا النهاردة ازاي نعمل عصير الليمون بالنعناع والمكسرات بطريقة بسيطة تساعد في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والمراجعة بإذن الله.